ومفيش اي حاجه هتمنعك. بس هي دي الفكره، هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. شتان الفرق بينهم هما الاثنين، لازم تكون مستعد انك هتفشل مره واثنين وثلاثه. من سن ال 15 لل 18 سنة عقليتي كانت مختلفة تماما عن دلوقتي، وقتي كان كله ضايع في النوم واللعب والمشي ورا المشتتات والحاجات اللي بتضيع الوقت. كان عندي أحلام بس إيه فايدتها لما ما يكونش عندي ولا صبر ولا عزيمة ولا إرادة ولا التزام ولا استمرارية ولا عقلية قوية. فإزاي بقى تبدأ تغير عقليتك وتحولها من عقلية ضعيفة هشة لعقلية قوية وعندها التزام واستمرارية؟ أهلا بيكم، ده الجزء الثالث من سلسلة تطوير الذات، وفيديو النهاردة بيتكلم عن العقلية أو المينتاليتي. العالم العبقري ألبرت أينشتاين بيقول جملة حلوة قوي عن المينتاليتي: The only way to change your life is to change your mind. يعني ايه الكلام ده يا محمد؟ انا مش فاهم. ببساطة جدا معناها يعني الطريقة الوحيدة اللي تقدر تغير بيها حياتك هي انك تغير عقلك او تغير طريقة تفكيرك والطريقة اللي بتشوف بيها الحياة بشكل عام. باختصار شديد جدا، لو انت فعلا عايز تغير حياتك يبقى لازم تغير طريقة تفكيرك. خلينا نفترض ان احنا عندنا شخصين، احمد ومحمود، والاثنين مثلا بيلعبوا كوره. احمد مثلا عايز يبقى لاعب كوره كويس، بس في نفس الوقت عايز يخرج ويستمتع ويسهر ويرجع ينام الفجر ويصحى العصر ونومه يبقى بايظ ومش ظابط اكله ومش ظابط نومه ولا مهتم باي حاجه من ناحيه تطوير نفسه. بيتمرن في النادي بس ومش مستعد ان هو يتمرن اكتر من كده، ومع ذلك هو شايف نفسه بيعمل اللي عليه وزياده. اما عن الشخص الثاني هو محمود، هو عايز يكون افضل لاعب كره قدم في العالم. حلم محمود ما يقارنش بحلم احمد تماما، لان هو حلمه اكبر بكتير ومصدق فيه ومؤمن بيه. مش بس كده، محمود مهووس انه يبقى افضل لاعب كره قدم في العالم، بيصحى بدري بينام بدري، مهتم بصحته مهتم بدايت ماشي عليه، ومستعد ان هو يتمرن اكتر من مره في اليوم لو ده هيفيده. لو جينا نشوف الفرق بين الاثنين وبين العقليتين هنشوف فرق فظيع، فرق في التفكير رهيب. واحد عقليته ضعيفه جدا مش مستعد يضحي باي حاجه بيحبها حتى لو كانت تافهه عشان يوصل لحلمه، وفي نفس الوقت هو مش حاطط حدود او قفل للمشتتات اللي بتضيع له وقته. اما بقى عن الشخص الثاني فهو عقليته قويه جدا، هو مش مهتم باي حاجه، هو حاطط عينه ومركز على حلمه وبس، وازاي يقدر يحققه، ومستعد ان هو يضحي باي حاجه مقابل انه يحقق حلمه ده. ده عقليته قويه جدا وده عقليته ضعيفه جدا. شتان الفرق بينهم هما الاثنين. فانت ليه تحط لنفسك في الاول حدود وانت ممكن تبقى الافضل؟ يعني مثلا خلينا نطلب منك طلب دلوقتي وان شاء الله ما ترفضش. يعني عايزك بكل بساطه ترفع ايدك. ارفع ارفع ارفع، ما تكسبش. رفعت ايدك، ارفع ايدك بقى شويه زياده. بس هي دي الفكره، هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. ليه ما تبذلش 100% من الاول وانت بتغير طريقه تفكيرك؟ لازم تلغي فكره اشتغل كويس وخلاص، وتبدلها بانك هتعمل 100% اللي عندك، هتجيب 100% من قدراتك، هتبذل اقصى مجهود عندك، لانك لو عملت احسن حاجه عندك 100% هتوصل للنهايه. ولو فشلت وما وصلتش يبقى مش دي النهايه. وعايزك تفهم حاجه، ان انت وانت في طريقك في تحقيق احلامك، واولهم الناس هتسخر منك في الاول ويتريقوا عليك وهتكتئب وهتفقد الامل وهتكون لوحدك وهتخسر معظم صحابك. كل الحاجات دي هتحصل لك، بس ده اللي هيخليك توصل اللي انت عايزه في الاخر. وعشان توصل اللي انت عايزه لازم تضحي بحاجات تانية كتير قصادها. طيب خلينا بقى في موضوعنا، ازاي اطور من عقليتي؟ رقم واحد، السمع. من اهم الادوات اللي بس مش هتحسن من عقليتك وتغير طريقه تفكيرك، ده كمان هتخليك تبص لحاجات كتير جدا بشكل مختلف. ده غير طبعا الاستفاده الرهيبه والمعلومات اللي بتكتسبها من السمع، ولان كمان السمع مؤثر جدا. على سبيل المثال، انت لو اتفرجت مثلا في اليوم على حاجات بتتكلم عن الاكتئاب والزعل، 100% على اخر اليوم هتلاقي نفسك اكتئبت وزعلت من غير سبب. نفس الكلام بالظبط لو سمعت حاجات بتتكلم عن الالتزام وعن الاستمراريه وعن السعي، الحاجات اللي بقولها تنميه بشريه دي، برضه 100% هتلاقي نفسك متحمس وعندك طاقه انك تكمل او تعمل الحاجه اللي انت عايزها. طيب اسمع ايه دلوقتي؟ اسمع مثلا بودكاست، حاجات بتتكلم عن تطوير الذات. اتفرج على السلسله اللي انا عاملها دي من اولها لاخرها. لو انت مثلا هتقول لي البودكاست مثلا بيبقى 3 ساعات او ساعتين وانا ما عنديش خلق ان انا اقعد اتفرج 3 ساعات او ساعتين، هقول لك ماشي اقرا كتب. هتقول لي ما عنديش استعداد ان اقرا كتب واقعد ساعتين 3 على الكتاب، هقول لك حلو، تابعني بقى عشان في فيديوهات تنزل عن تلخيص الكتب، وهتبقى فيديوهات كلها ايه، 5 دقائق 7 دقائق مش اكتر. الفكره من ده كله انك تسمع اي حاجه تستفاد منها وتغير طريقه تفكيرك وفعلا تساعدك انك تشتغل وتبقى احسن. رقم اتنين وهي التخيل. على قد ما قلت لك ان عقلك قوي جدا واداه قويه جدا، الا انه غبي جدا. عقلك بيجد صعوبه كبيره جدا انه يفرق بين الواقع والخيال. لو انت مثلا عدت كل يوم لو لمده 10 دقائق تتخيل وتسرح وتفكر في حلمك وتفكر في اللي هيحصل لو انت وصلت له، وحياتك هتبقى عامله ازاي مثلا كمان 5 او 6 او 7 سنين، 100% باذن الله هتتحقق، لانك مع الوقت هتبقى مقتنع بيها ومصدقها جدا. صدقني لو انت عارف تتخيل الحاجه وتقولها ومقتنع بيها وبتشتغل عليها، خلاص هتوصل.
رقم 3 واللي عارف انك هتكرهها، القراءه. بص انا عارف ان القراءه بالنسبه لك هتكون رخمه جدا، ممكن تكون رخمه جدا ليك انت، ممكن تكون مثلا حلوه لبعض الناس، ويمكن انت عمرك اصلا ما قريت كتاب في حياتك، بس فعلا على قد ما هي رخمه القراءه مفيده جدا، وهي من اكتر الحاجات اللي بتطور العقل وتحسن فيه. ودي حاجه اصلا لوحدها هينزل منها فيديوهات عن تلخيص الكتب اللي هي بتتكلم عن العقليه والمنتاليتي وازاي اصلا تطور من نفسك، لانها اصلا من اكتر الحاجات اللي بتطور العقل وبتصب في العقل وبتكتسب منها كميه معلومات رهيبه. وعامه لو انت غاوي قرايه مش لازم اول كتاب تقراه يكون صعب جدا، ابدا مثلا بروايه او بكتاب حلو انت نفسك تقراه. طبعا اهم حاجه واللي انا بوصيك انك تقراها كل يوم هي القران، ولو حتى 10 دقائق في اليوم. رقم 4 بقى والاخيره وهي اختيار الصحاب. لا مالكوش دعوه باللي ظهروا دول خالص. بص لو انت اصحابك ما عندهمش الاهداف ولا الحلم ولا الحاجه اللي بيسعوا عشانها، مثلا ما بيلعبوش رياضه خالص، ما بيحاولوش يطوروا نفسهم، كل حاجه بيعملوها في حياتهم ان هو مثلا ينزلوا يقعدوا على القهوه وشكرا، انا اللي بقول لك قلل النزول معاهم، ما تخرجش مع الصحاب دول. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون صعب بس انا بقول لك قلل النزول معاهم. في مثلا اصلا بيقول لك باختصار يعني انت لو مصاحب 4 فقراء تبقى الخامس بتاعهم، ولو مصاحب 4 اغنياء تبقى الخامس بتاعهم. تاثير الصحاب على البني ادم كبير جدا، مش بس على العقليه، على الاخلاق وعلى حاجات كتير قوي زي التصرفات وطريقه التفكير وكل حاجه. قال الله تعالى في سوره الفرقان: ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فاختار صحابك واختارهم صح، ما تعملش زي حالاتي يعني. لا دول حبايبي دول. دايما بنشوف لعيبه الكوره حريفه جدا وعندهم مهارات عاليه قوي، بس في نفس الوقت بقى بتيجي تقارن المهارات والموهبه اللي عند اللعيبه دي بالانجازات اللي هم عملوها والفتره اللي هم قعدوها في المسيره الكرويه بتاعتهم، بنستغرب جدا اللي هو ازاي ده محقق بس الانجازات دي. وعلى سبيل المثال نيمار او اغلب اللعيبه البرازيليه، ودايما كده بنقول جمله ونسمعها كتير: لو اللاعب ده عقليته مختلفه كان بقى في حته تانيه. نفس الكلام ده بالظبط بيطبق على الحياه عموما وعلى كل الاهداف مش الكوره بس. اي شخص ناجح هتلاقي عنده عقليه قويه بتخليه يلتزم بالحاجه اللي هو عايز يعملها ومركز على حلمه، اي حاجه بتبعده عن الحلم ده بيرميها ورا ظهره، واهم حاجه انه يكون مستعد يضحي باي حاجه مقابل حلمه ده. ما بيغروش الكسل او الشهوات او الحاجات اللي بتضيع وقته او المشتتات او اي حاجه فيها دوبامين مؤقت، والدوبامين السريع اللي بقى موجود الايام ديت كل ده ما بيفرقش معاه، هو عقليته قويه وعارف هو عايز يعمل ايه. لعيب مثلا زي كريستيانو رونالدو عنده 40 سنه ولحد دلوقتي لسه عنده الاستمراريه والالتزام ده، 100% عنده الصفات اللي قلنا عليها. انت كمان تقدر تبقى عندك الصفات دي، تقدر تبقى الشخص اللي بيحقق حلمه. unlock your potential. انت عندك بوتنشال جبار، عندك صفات ومهارات رهيبه. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا على اكمل وجه ومدينا نعم لا تعد ولا تحصى، ولو قعدنا نذكر ربنا من هنا لحد ما نموت مش هنكفي. ربنا سبحانه وتعالى مديك اداه قويه زي العقل بينتج الاف ومليارات الوظائف، مديك جسم تقدر تحسن فيه وتتمرن وتشتغل عليه، ونعم تانية كتير جدا. انت تقدر تستغل النعم ديت بالشكل الصح وما تضرهاش وما تدمرهاش بالاعمال السيئه اللي انت بتعملها كل يوم. تقدر فعلا تحقق حلمك لو انت بجد عايز. امي دايما كانت تقول لي جمله: لو انت عايز توصل للحاجه ديت هتوصل لها، ومفيش اي حاجه هتمنعك، هتحاول تدور على كل الطرق بتخليك توصل للطريق اللي انت عايزه، بالاجتهاد وبالسعي وبالمحاوله والاستمراريه والقرب من ربنا تقدر توصل لاي حاجه. اسعى وحاول وجرب وحاول تاني، ولو فشلت زي ما قلت لك في الاول كده حاول تاني وتالت ورابع لحد ما توصل لنقطه النجاح. يا توماس اديسون العالم حاول 99 مره عشان يخترع اللمبه، هتلاقي قصته كامله في القناه، خش شوفها هتفيدك، انا واثق فيك صدقني مش كلام. اي حد بيتفرج على الفيديو ده لو فعلا عمل كل الكلام ده انا متاكد انك هتوصل. واهم حاجه ما تاخدش الفيديو ده تحفيز ليك لمده يوم مثلا وبعدها تريح بعد كده، لا افتكر الكلام ده كويس وحط الكلام ده في دماغك دايما، كل ما تبدا تكسل افتكر الكلام اللي انا قلته ده، واهم حاجه تفتكر دايما انك تستحق العمر.